الطريقة الصحيحة لصلاة الضحى، وللأسف ناس كتيرة ما تعرفش عنها حاجة، ولا يصلوها امتى ولا حتى يصلوها ازاي. انا عاوزك بقى تركز في الكلمتين المهمين دول جدا جدا. وقبل ما تكمل معايا هتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك، وما تنساش ان الدال على الخير كفاعله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صلاه الضحى لازم تعرف ان ليها اسم تاني اسمها صلاه الشروق، وليها اسم تالت اسمها صلاه الاوابين. عارف صلاه الشروق دي اللي هي امتى؟ اللي بتبقى بعد صلاه الفجر. عارف انت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك ان اللي يصلي الفجر في المصلى بتاعه ويجلس يذكر ربنا لحد لما الشمس تطلع وتشرق، ثم يصلي ركعتين اللي هي اسمها الضحى او اسمهم الشروق. هم دول ركعتين الضحى او اسمهم ركعتين الشروق. يبقى احنا كده عرفنا ليهم 3 اسماء: ضحى، شروق، الاوابين. بتتصلى امتى الصلاه ديت؟ بتتصلى بعد شروق الشمس تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة، فخد تلت ساعة أضمن لحد أذان الظهر أو قبل الظهر ما يأذن بحوالي برضو ربع ساعة، وقيل 10 دقايق. يبقى أنت تبدأ ده كله ممكن تصلي فيه في أي وقت عاوز تصلي، الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، الساعة 10. شوف شروق الشمس إزاي يا عم شريف وأنا ما أعرفش الكلام ده كله. هتنزل أبليكيشن بتاع المؤذن، او لو انت عندك نتيجه في البيت هتلاقي هتبص في حاجه اسمها صلاه الفجر، صلاه الشروق، صلاه الظهر. كل حاجه ليها مواعيد. صلاه الشروق دي ليها ميعاد يعني بعد شروق الشمس بتلت ساعه. ليه؟ لان الوقت دوت بيسجد الكفار للشمس، فاحنا نهينا ان احنا نصلي في الوقت ده. عشان ما حد يجي يسالني يقول لي طب احنا ليه بنستنى ربع ساعه؟ لان الوقت ده الناس عبدت الشمس، بيسجدوا للشمس. ولما تيجي الشمس بتغرب برضو في ناس بيعبدوا الشمس فبيسجدوا للشمس في الوقت ده. فاحنا نهينا عن الصلاه، وان شاء الله هعمل لك فيديو قريب ايه الاوقات اللي احنا ما ينفعش نصلي فيها. طب يا عم شريف اصليها كم ركعه؟ صليها 2 ماشي، 4 ماشي، 6 ماشي، 8 ماشي، اي عدد انت عاوز تصليه جائز بفضل الله عز وجل. يعني ممكن اصليها 8 ركعات، ايوه، بس مش قصدي ال8 ركعات او ال4 ركعات او ال6 ركعات تصليهم كلهم مره واحده بتشهد واحد، لا، وانما عاوز تصليهم مثلا اكتر من ركعتين، فبتصلي ركعتين وتسلم، بتصلي ركعتين وتسلم. صلاه الضحى ما بتتصلاش جماعه، لاني كنت مره وقاعد في المسجد فلقيت ناس قاموا فبيصلوا ركعتين والتاني واقف وراه بيصلي ركعتين جماعه، فانا قلت يمكن مثلا بيقضوا صلاه الفجر، ما صلوش الفجر معانا. فبسالهم لقيتهم بيصلوا صلاه الضحى. يا اخوانا بتصلوها جماعه ازاي؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لم يأذن بذلك ولم يفعل ذلك ولم يأمر بذلك، واحنا دايما متبعين النبي بالحذافير. اللي عمله النبي نعمله، واللي ما عملوش ما نعملوش. فصلاه الجماعه دي بتكون في صلاه الفريضه او صلاه التراويح اللي احنا ان شاء الله هنصليها في رمضان. يبقى هي ما بتتصلاش جماعه، تصلى فرادى، تصلى لوحدك خلاص كده. فبقاش افتكاس الله يكرمكم في العبادات. مش كل واحد بقى عاوز يفتكس في حاجه يفتكس. هيقول لكم ايه يعني؟ لا، مش حاجه اسمها ايه يعني. النبي عليه الصلاه والسلام قال من احدث، ركز، من احدث في امرنا هذا، يعني اللي يخترع ويبتكر حاجه في الدين ليس عليه امرنا. من احدث في امرنا هذا اي في ديننا ما ليس منه، يعني من حاجه ملهاش ولا اصل في الكتاب ولا السنه، فهو رد اي مردود على صاحبه. يبقى احنا كده عرفنا انها تتصلى فرادى. طب نصليها ازاي؟ ببساطة شديدة جدا، زيها زي أي صلاة. يعني إيه؟ يعني أصلي ركعتين عاديين؟ أيوة ركعتين عاديين يا ابني، زي صلاة الفجر اللي بتصليها، زي سنة الظهر اللي بتصليها ركعتين، زي سنة المغرب ركعتين. طب في آيات معينة ممكن أقرأها فيها يا عم شريف؟ لا. بعد ما تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة زي أي صلاة، اقرأ بما تيسر من القرآن. عاوز تقرأ بأي حاجة من جزء عام ماشي، عاوز أنت حافظ مثلا حاجة من سورة البقرة ماشي. طب أنا مش حافظ حاجة يا عم شريف ونفسي أمسك المصحف وأقرأ منه في صلاة الضحى، ينفع؟ أيوة ينفع، مفيش مشكلة خالص. طيب اللي ما بيصليهاش بقى محروم يا حبيبي، يعني حرام عليا؟ لا مش حرام، هي سنة وليست فريضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان اللي بيصلي 4 ركعات كل يوم الصبح، قصده في ال4 ركعات اللي هم ايه؟ صلاة الضحى، فهو في ذمة الله، ربنا بيحفظه، ربنا بيسترها معاه، ربنا بيوفقه. في حديث قال يكفيه الله، اقل حاجة تصليهم 2. لو عندك همة عالية حاول تخليهم 4 كل يوم، ولو اتعودت على 2 أو 4 حاول ما تقللهمش، واوعى ابدا تسيبها. ولو سبتها في بعض العلماء أجازوا أن أنت ممكن تقضيها بعد صلاة الظهر، هذا كما قال أهل العلم. لو أنت استفدت أي كلمتين أو أي كلمة حتى من الفيديو دوت حاول توصل الكلام ده لغيرك، وما تنساش دايما أن الدال على الخير كفاعله. ولو عندك سؤال أنت محرج تسأله، عندك رقم الواتس المعروف جدا 010 404 96 97 4، تواصل معايا عليه وإن شاء الله هرد عليه. بس خليك صبور كده وأنت بتسأل عشان الأسئلة عندي كتيرة جدا، فمش اول ما تسال هتلاقي الاجابه كانت على طول، وانما لازم تصبر. اصبر واحتسب وسياتي الفرج باذن الله عز وجل. واوعى تنسى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.